صباح الخير، عاملين ايه يا ابطال؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الشبكه اللي من غيرها ما كناش هنقدر نتكلم على الواتساب، ولا نتفرج على اليوتيوب، ولا نلعب اونلاين، ولا حتى نفتح فيسبوك. تعالوا نشوف يعني ايه شبكه وانواعها، وايه الفرق بين الانترنت والانترانت. اولا، يعني ايه شبكه او نتورك؟ نتخيل كده ان احنا عندنا 3 اجهزة كمبيوتر في الفصل، وعايزهم كلهم يشتغلوا مع بعض ويتبادلوا المعلومات لما نوصلهم ببعض عن طريق اسلاك او واي فاي. ده اسمه شبكة كمبيوتر. يعني الشبكة ببساطة مجموعة اجهزة متواصلة مع بعض عشان تتبادل البيانات والمعلومات. زي مثلا عندنا في المدرسة، ممكن كل اجهزة الكمبيوتر تكون متوصلة ببعض عشان يطبعوا على نفس الطبعة او يفتحوا نفس الملفات. كده احنا خدنا اول حاجة وهي الشبكة او النتورك. تاني حاجة هنشرحها النهاردة شبكة لان. يعني ايه شبكة لان؟ لان اختصار لكلمة Local Area Network، معناها شبكة محلية صغيرة. دي شبكة بتربط أجهزة قريبة من بعض، يعني زي اللي في المدرسة أو مكتب أو بيت. كل الأجهزة فيها بتتواصل مع بعض بسرعة كبيرة جدا. ليه؟ لأنهم قريبين من بعض. زي مثلا كل أجهزة المدرسة متوصلة ببعض في معمل الكمبيوتر. دي بتبقى شبكة اسمها شبكة لان. طب دلوقتي هنتكلم عن الإنترنت. يعني ايه إنترنت؟ تخيل معايا كده لو كل شبكات العالم اتوصلت ببعض، المدارس، البيوت، الشركات، الدول كلها متصلة في شبكة واحدة ضخمة جدا. دي اسمها الإنترنت. الإنترنت شبكة كبيرة جدا بتربط ملايين الأجهزة حول العالم. بنقدر بسبب الإنترنت إن احنا نقدر نبحث على جوجل، نتفرج على فيديوهات، نتواصل مع بعض. لو كل واحد مثلا، لو أنا صاحبي مثلا في أمريكا، أو عندي حد قريبي في مكان تاني برا مصر، أقدر أتواصل معاه. يعني بيتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم. ممكن برضو تقدر تلعب من عليه اونلاين. طب ازاي نقدر نوصل للانترنت ده؟ نقدر نوصل لها عن طريق بوابة، جيت واي، زي جهاز اخدناه في الدرس الاولاني اللي هو جهاز الراوتر. ده بيربط الاجهزة بمزود خدمة الانترنت اللي هي اي اس بي. مزود خدمة الانترنت يعني الشركة اللي بتدينا انترنت، زي مثلا في مصر شركة وي. تمام. الإنترنت بيحتوي على صور وملفات وفيديوهات ومواقع وكمية كبيرة من المعلومات والبيانات. من الأمثلة على المواقع المفيدة اللي انت كشاب أو كناس تقدروا تستفيدوا منها، بنك المعرفة المصري. الموقع ده مفيد جدا، اسمه بنك المعرفة المصري. رابع حاجة هنتكلم فيها النهاردة الفرق بين الشبكة المفتوحة والمغلقة. الشبكة المفتوحة ده الإنترنت، أي حد في العالم يقدر يدخلها. تقدروا تدخلوا على جوجل، يوتيوب، فيسبوك، وهكذا. أما الشبكة المغلقة دي حاجة اسمها الإنترانت، شبكة داخل شركة أو مؤسسة، مش مفتوحة للناس كلها، زي شبكة شركة أو بنك. يعني احنا عندنا دلوقتي الإنترنت دي شبكة مفتوحة لكل الناس، لكن الإنترانت دي شبكة مقفولة ومحدودة. هديكم مثال بسيط. الانترنت زي مول كبير مفتوح للناس كلها، اي حد يقدر يخشه. لكن الانترنت دي زي مبنى شركة محدش بيدخلها غير الموظفين بتوع الشركة دي. وبكده يا ابطال نكون فهمنا يعني ايه شبكة، وعرفنا ان في شبكة صغيرة اسمها لان، وشبكة ضخمة اسمها الانترنت. وكمان عرفنا الفرق بين الشبكة المفتوحة والشبكة المغلقة.